مشاهدي القناة، بعد الاستفزازات الخطيرة جدا ديال الجارة الجنوبية موريتانيا، الجيش المغربي يتحرك نحو الجنوب. من ذلك ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس، واللي كيتابعونا في القناة ما ينسوش يعاونونا بلايك وبارتاج، وشكرا لكم جميعا. مشاهدي القناة، الجارة موريتانيا بدات كتدخل في معركة استفزازية مع المغرب، والجيش المغربي يتحرك. للإشارة فقط، هذه ماشي أول مرة الجيش المغربي كيتحرك باش يكالمي شوية الموريتانيين ملي كيسخن شوية عليهم راسهم. في 2016 وقعت أزمة خطيرة جدا بين الرباط ونواكشوط، لما تنقلت وسائل الإعلام آنذاك خبر رفع الجيش الموريتاني علم بلاده في مدينة القويرة، والأمر يتسبب في توتر كبير جدا بين المغرب وموريتانيا، ليتم إرسال وفد رفيع المستوى إلى نواكشوط لتدارس هذا التصعيد. في تجاهل تام لمقررات التاريخ ومعطيات الميدان، قرر الجيش الموريتاني آنذاك في خطوة أحادية تعزيز تواجده في القويرة، اللي معروفة تاريخيا بأنها تقع تحت السيادة المغربية، وهو ما أثار حفيظة المغرب، بينما بررت نواكشوط ذلك بكونها تهدف إلى الحيلولة دون تسلل عناصر البوليزاريو إلى الحيز الجغرافي الحدودي. الرد المغربي لم يتأخر على الخطوة الموريتانية. من الوفد الرفيع مشى لموريتانيا وما كانتش النتيجة، إذا الجيش كيتحرك، وسرعان ما باشرت القوات المسلحة الملكية تحركاتها في منطقة القويرة لتنهي نهائيا التواجد الموريتاني هناك. اليوم مرة أخرى، بعدما فقدت الجزائر منطقة الساحل بصورة نهائية لصالح المغرب، الكبرانات بداو كيحركوا البيادق ديالهم في موريتانيا لاستفزاز المغرب. على استفزاز المغرب، المغرب دار مؤخرا اجتماع وزاري بمراكش للبحث في تعزيز دخول بلدان الساحل إلى الواجهة الأطلسية المغربية، وبالخصوص ميناء الداخلة. وهنا أسطر على ميناء الداخلة. وبالتالي الجزائر خدات جوج ديال الصفحات. الصفحة الأولى فقدات تقريبا بصورة نهائية دول الساحل، اللي كانت هي فيها نشيطة جدا، كانت قاعدة خلفية بالنسبة للجزائر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولوج بلدان الساحل الأطلسي المغربي وبخصوص ميناء الداخلة المغربية، فهو كيعزز موقف المغرب في القضية الترابية ديالو، ويضعف موقف الجزائر الداعم للانفصال. إذن في الظروف الجزائر بدات كتحرك البيادق ديالها في موريتانيا باش تستفز المغرب. كيف ذلك؟ أولا، موريتانيا ما كتراقبش الحدود ديالها، وبالتالي كتسمح لعناصر البوليزاريو للتسلل من ترابها نحو المملكة. لكن الدرون المغربية لهم بالمرصاد. أحيانا هناك بعض العناصر من البوليزاريو اللي في نفس الوقت كيحملوا الجنسية الموريتانية، كيتسلوا من التراب الموريتاني المنطقة العازلة على أساس أنهم مدنيين كينقبوا على الذهب. طبعا المغرب ماشي غبي، فهو اكتشف هذا الغطاء المزيف ديال هاد بين قوسين المدنيين اللي هما في الواقع عناصر ديال البوليزاريو، وبالتالي كيتصدى لأي شخص يتجاوز الحدود. من ناحية أخرى، كيف ما في علمكم أكيد، موريتانيا بدات كتسد عينيها على قطاع الطرق
اللي كيسرقوا البنزين ديال الشاحنات المغربية المتوجهة نحو إفريقيا عبر التراب الموريتاني. رغم احتجاج السائقين، الشرطة الموريتانية لم تحرك ساكن. هذا كذلك استفزاز ملات عليهم الكبرانات. مؤخرا بدات موريتانيا في استفزاز من نوع آخر، بدات كترفع الأسعار الجمركية على الشاحنات المغربية باش تبقى غادا في نفس الاتجاه ديال الابتزازات اللي كيتم عليها من طرف الكبرانات. إذا تحرك الجيش المغربي اليوم سيكون له طابع ردعي بحال اللي وقع في 2016. سيكون بمثابة إنذار لموريتانيا للكف عن الاستفزازات، وبالخصوص نتحدث عن السماح لعناصر البوليزاريو للمرور عن طريق أراضيها للتسلل نحو المغرب. منسوش أيضا المغرب راه كيملك ورقة ضاغطة كبيرة جدا ضد موريتانيا اللي غتخليها تفكر 1000 مرة قبل ما تاخذ أي خطوة عدائية ضد المملكة. بينها ورقة القويرة، ربما نتحدث لاحقا على هذه الأوراق في فيديو قادم. كاينة ورقة القويرة، ورقة الأمن الغذائي ديال موريتانيا راه بيد المغرب، ورقة حركة فلام الموريتانية، إلى غير ذلك من الأوراق اللي إلا حركها المغرب